حاجة بجد، لو انت متأخر في المادة اللي انت بتاخدها اونلاين سيب الاونلاين. دي اهم نصيحة، سيب الاونلاين وانزل خدها سنتر. ده افضل حل ممكن تعمله في الوقت ده. انا كنت محتاجة حد بجد ينصحني النصيحة دي ويخليني خلاص اوقف اخد اونلاين في المادة دي اللي انا كنت متأخرة فيها اونلاين. يعني متأخرة باب، هما في باب انا يعني هما باب تالت وانا باب تاني بس. فدايما كنا في سباق ودايما كنت بجري حتى لو في حاجات مش فاهمة، المهم انا عايزة الحقهم. طيب انتي تقولي لنا ايه او تنصحينا بايه؟ دي اهم نقطة ممكن اقدمها لكم كنصيحة، انكم تسيبوا الاونلاين. انا اسفة في ممكن ناس تزعل من النصيحة دي، بس سيبوا الاونلاين. طب ايه هدفك من اننا نسيب الاونلاين؟ انت لو سبت الاونلاين طبيعي هتنزل تاخد الدرس ده بره. لازم لو انت متاخر في باب وكمان عايك الدنيا ورا وبتسمع مثلا معسكرات وحاجات وبرضه مش نافع، حاسس انه من قلبك حاسس ان انت مش مأدي واجبك في الماده دي، فانصحك انك تنزل تاخد الماده دي سنتر افضل. علشان في السنتر طبيعي هتنزل هتاخد الملزمه في واجب في حل في فانت هتنجبر، هترمي نفسك بمعنى صح، هترمي نفسك فهتذاكر فهتتقدم في الماده دي، وكل اللي فاتك من ورا هترجع تلومه تاني. ويا ريت كنت اتمنى ان حد يديني النصيحه دي، قد ايه كانت هتفرق معايا، لان الماده دي كانت مسببه لي ستريس وبانيك اتك فظيع، لانه انا كنت دايما في سباق وانا مش فاهمه برضه، المهم انا اجيبهم وخلاص. وحتى لما قربت اجيبهم كروت الدنيا فبقى كل حاجه باظت، ودي كانت اكبر غلطه عملتها وانا بس. فالنصيحه رقم 2 برضو انه ما تقعدش تفكر كتير 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 كتير. انا الناس اللي كنت بفكر كتير معرفش، انا اتمنى يكون في ناس لما كانت مثلا في ثانوي او هي حاليا لسه في ثانوي ما كانتش بتفكر بالطريقه دي اللي انا كنت بفكر فيها. دايما كنت بفكر لحد مثلا ما اوصل انه خلاص انا بعد كده ما هيكونش في حل تاني، اللي هو انا ممكن اموت لو ما حققتش الحلم ده. انه مثلا المادة دي هجيب فيها كام، حسابات، آلة حاسبة، احسب، افكر، اتوقع الدرجات الوحشة كلها جبتها، اتوقع مجموع مش حلو، دايما تفكيرات ودايما بالساعات احزان وعياط، واصلا مفيش حاجة حصلت من ده كله. يعني انت بتقعد تحط نفسك في دايرة سوداء وانت اصلا مش فيها. فبطل تفكر كتير. انا عارفه ان غصب عنكم هتقعدوا تفكروا ولو ما عملناش وفلان هيقول وفلان هيعيد، عمتي، خالي، بابا، ماما، فلوس مش فلوس، مجموعي، حلمي، دراستي، تعبي هيروح، كل ده انا عارفه ان انتم بتفكروا فيه. ولكن انت لو قعدت تفكر من هنا ل9 ايام او ل10 ايام وتعيط من هنا ل30 يوم اللي قدام، عمره ما هيتغير حاجه. الحاجه اللي مكتوبه لك مكتوبه لك، والحاجه اللي هتاخدها سواء مجموع حلو اذا ذكرت او مجموع وحش وانت ما ذكرتش. ما هو طبيعي، يعني مجموع حلو يعني انت ذكرته، مجموع وحش يعني انت ما ذكرتش، ايه ده؟ فيبقى تاني حاجة لازم تتجنبوها علشان ما تحسوش انكم منهارين وانكم تحت ضغط جامد، ان تبطلوا تفكروا كتير في المستقبل. فكر في النهاردة، عايز تنجز ايه النهاردة، اخر اليوم اكتب انت عملت ايه النهاردة صح، ايه اللي قصرت فيه، وتحطه في بكرة وتعدل وهكذا. ده هو الاجتهاد والسعي ورا الاحلام. عمر العياط وعمر ما الحزن، عمر وجع قلبك وحزنك دلوقتي وعياطك وتفكيرك في كل حاجة عمره ما هيغير حاجة، لا هيغير درجتك ولا هيغير مجموعك. الرقم 3 ممكن تكون مشابهة للنمرة 2، بس أتمنى إنك ما تفكرش في كلام الناس ورأي الناس عنك أبدا 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 أبدا. وما تقارنش نفسك بصديق يكون معاك في نفس الدرس، في نفس المدرسة، في نفس أي حاجة. المهم ما تقارنش نفسك بحد، وما تبصش وما تحطش احتماليات وتوقعات كبيرة عن رأي الناس فيك، لأن ده برضه هيحط عليك ستريس. أنا اكتشفت إنه إحنا علينا ضغط في تالتة ثانوي اكتر من الضغط بتاع الدراسة، اللي هو احنا حاطين نفسنا بضغط اكبر من ضغط الدراسة ذات نفسه. لو انت من الناس اللي مثلا بتكون بقى قاعدة بتذاكر وبعد كده بتسرح تقعد تفكر كتير وبتسرح وبتعيط وبتدوخ وبتحزن وتقعد تفكر كتير خالص في المجموع في الدرجات، طب انا هجيب في المادة دي كام، طب انا مش لو انت من الناس دي هديك نصيحة، حط ساعتين للمادة دي، والساعتين دول ما تفكرش في اي حاجة غير فيها بس، وبعد كده خد ستريس انهار فيه تاني وارجع عادي مفيش اي مشكلة. المهم وقت الدراسة ما تنهارش وما تفكرش في حاجات لسه ما حصلتش. الوقت، قدر قيمة الوقت، ما تبدأش لما تكون 8 وقدامها صفرين، ما تبدأش لما تكون 6 و59 اللي هو هبدأ في ساعة جديدة. دايما ما تحكمش انه عارفة ان انتوا بتعملوا كده، لانه دي حاجة ما اعرفش ايه عند الكل. ما بحبش الساعة تكون 9:30 وابدأ، لا لازم تكون 9، لازم تكون 10، المهم لازم يكون عدد صحيح، ما يكونش في نص ربع، لا ما اعرفش ايه السر، يعني النص ساعة اللي عدت دي ابدأ بقى فيها وخلاص. ما تحكموش على الساعة من كده، مش هبدأ لما الساعة تكون، ابدأ في أي وقت، المهم إنك تبدأ. خلي عندك إدارة للوقت، يعني أنا مركز قد إيه على المادة دي وهفصل في وقت معين وخلاص كده أنا هكون مرتاح ومطمن إن أنا في
كام ساعة حددتهم ان انا هركز عليكم بعد كده هو باستراحة. وانصح برضو لو انت من الطلاب اللي هي ممكن بتفقد تركيزها بسرعة، ذاكر على قد تركيزك. انت شوف ممكن تركز قد ايه في حاجة، وركز الوقت ده احسبه لنفسك انا بركز قد ايه، لان الوقت ده اللي انت بتركز فيه هيكون اكتر وقت ممكن تستفاد منه، بعيدا عن انت ممكن ما تكونش بتحب ايه الوقت الطويل. فانت لو بتركز وقت معين ذاكر الوقت المعين ده وافصل وارجع عيد الوقت ده تاني بس. وبس كده اعتقد دي كل الحاجات اللي ممكن تكون مهمة وكانت بتضيع وقت وبتضيع تركيز وبتشتتك وبتحط علينا استرس وضغط وبنحزن وبنزعل على حاجات هي لسه ما حصلت. اتمنى لو حد بيحصل معاك كده يا ريت يستفاد من الفيديو ده. بطل تفكر كتير، لو انت متاخر في الماده الاونلاين انزل خدها سنتر. بطل تضيع الوقت، بطل تبدا لما تكون الساعه صحيحه، بطل تفكر في كل راي الناس عنك، في كل شخص راي عنك ايه. لو ما جبتش مجموع او لو جبت مجموع ما تفكرش في راي حد، خلاص السنه دي محدش هيتعب فيها قدك، ومحدش هيمشي فيها وهو مهزوز ومكسور وحاطط حلمه على كف واجتهاده على كف وخايف احسن يضيع بين الاتنين غيرك انت. فما تثقش في رأي اي حد عنك دلوقتي او بعدين، وما تحكمش على نفسك بآراء الناس فيك. وبس كده ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا منه متنسوش تتابعوني انا ايه فيديو جديد النهارده.